مولد وصاحبه هو الضيف. صاحب المولد معايا طبعا سمورة، نجم الكوميديا الراقي سمير غانم. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. وانت مشرفنا ومنورنا، صاحب المولد الحاضر بالفعل معانا. الله يخليك. المولد شفت مولد قبل كده؟ بنور بحضرتك من زمان قوي. مولد حقيقي في الريف؟ من زمان يعني، بقالي فترة الحقيقة ما رحتش المولد، بس وانا صغير بقى. وايه رايك في المولد بتاعنا؟ والله مولد شيك حلو، بس صاحبه حاضر. لا موجود، صاحبه حاضر موجود. وانا يا رب تكون المزيكا عجبتك. انا افتكرت حاجه يعني الليله عيد والعريس بيتجوز. ومدام العريس بيتجوز العروسه بتتجوز. لا ده طلق دلوقتي. سمورة من زمان بتعشقوا الملايين، المتزوجون سخسخوا ما هم العازبين. كمل يميز وطريق بدا بقاله سنين، غانم حق القلوب، غانم حق القلوب وبطوطة المحبوب. احنا البلدي مفيش الا احنا، كل الناس عارفين مطرحنا. احنا البلدي مفيش الا احنا، ده اللي نشرف مطرحنا. يا سعدك يا اللي تريحنا، يا وعدك يا اللي انت بيانا. احنا البلدي مفيش الا احنا. يا استاذ سمير يا غانم يا راجل يا شيك يا جنتلمان يا عسل يا نوار. هقول لك موال ما تنسانيش عمرك يا نوارة. العمل الناجح ورا تخطيط وإدارة، وصح المثل قال الدنيا ما بترساش على حال واحد، لأن الدنيا دوارة. عقبال فرح بنتك أو تروح لزيارة النبي وانت راكب طيارة، انت منور الليلة ولايقة عليك النضارة. البلد بنحب الناس واللي شارينا يعز علينا، طول عمرنا بنحب الناس واللي شارينا يعز علينا. بالمعروف ويا الإحساس نفدي كل الناس بعنينا، عالحاضر نسأل والغايب. احنا البلدي في الدنيا يا مالينا حبايب. احنا البلدي يا طيب الأصل لك واجب في عين الناس. بين الرجال طلعتك زي القمر، زي القمر والناس الشورى شربك وتعمل لك حساب الناس. أصيل وطبعك كده أجلك صحيح ربه، وخلفك لولد الولد بالعز يتربوا. ولك لسان حلو بين الناس يقرب، ومن حبه ربه يحبب فيه جميع الناس. الفرقة دي عسل، الفرقة دي عسل وكلامها عسل، بيقولوا كلام عسل عليا النعمة، كلامهم للقلب وصل. يا ربي أنا عبدك خاضع لإرادتك، يا ربي أنا عبدك خاضع لإرادتك. الملك لك وحدك ولا في شريك بعدك، الملك لك وحدك ولا في شريك بعدك. يا إلهي وأنا عبدك. سقفوله أنا يا داخل الروضة عندانها بيضة، يا داخل الروضة عندانها بيضة. البدر من ضيق. على فكره ربنا يخليك. عايزين نسألك عن نشام شويه. انا عارفه ان الوالد كان لواء شرطه. علمك تنشن على الهدف مظبوط؟ والله هقول لحضرتك، انا برضو اتمرنت شويه في الشرطه،
وبعدين اقول لك حاجه تضحكي. انا من فتره كده عملت ترخيص سلاح يعني. ترخيص سلاح بجد؟ ايه اللي حصل؟ لا ما انا هقول لك يا ما احنا اصل نبقى بالفرقه ونرجع بالليل وبتاع ده من فتره يعني. لحد دلوقتي ما استعملتوش. طب بتعملوا في ايه؟ نهائي. وعمري ما نشنت على حاجه، مره واحده بس حبيت اجربه، ده من 20 سنه في الحمام. اسمع الصوت في الحمام، قلت اقفل الحمام عشان اسمع الصوت بتاع صغير كده، صغنن كده، انما هو يضرب يعني. يبقى استخدمته. استخدمته ايه؟ بقول لك استخدمته، ضربته في الحمام كده. ده كنت لوحدي قبل ما اتجوز. فرحت ضارب بالليل الساعه 4 الصبح. ايه اللي حصل؟ ضربت طلقه سكته، بعدها سمعت صوت كلب. ضحكت ان هو الوحيد اللي سمع صوت الطلق في الحي كله، في الدقي. هو الوحيد اللي سمع صوت الطلق، كله مفيش حد عبرني. انا عايز اسال برضو على حاجه. يعني سمير غانم بيعرف ينشن على اهدافه صح ويصوب عليها والله، ولا في ساعات حاجات بتخيب وحاجات بتصيب؟ طبعا طبعا. انا مش حريف يعني، مش حريف. اهداف الحياه، اهداف الحياه بشكل عام. اهداف الحياه طبعا بحط هدف معين قدامي وببقى حد، انما ربنا سبحانه وتعالى لما بيريد بيجي الهدف. طب انا عايزه بقى اقول لك على حاجه ثانيه بقى. أيوة. هل كنت في يوم من الايام هدف اتنشن عليه؟ انا لدلال هدف ده انا حاسه بالاجابه. يعني من بس اصابت، خلي بالك. بس اصابت، هي اصابت صح؟ لو اصابت صح وانا كسبتها طبعا. وانت اصبت برضه، وانت اصبت هدفك كسبتها طبعا. طبعا عندي دنيا وايمي دول جميله، ربنا يخليك كلها. يا رب. الله يخليك. اتفضل يا استاذ سمير، اتفضل. عندنا بقى، ورينا القوه. لا قوه ايه؟ ده كان زمان يا باشا. خش على البطل، خش على الامراق، الاستاذ سمير غانم. خش يا نجم، يلا يا نجم مصر. هو انتوا الاثنين بتلعبوها ها؟ اتفضل يا نجم. طب استنى بس، استنى. اتفضل عليك. ماشي حاضر. يلا انا اهو. شوف النجم، شوف الاستاذ سمير. يا سلام. الله يخليك. خش على الفيل، خش على اهو. هو ده القوة. تاني هنكرر تاني. بس دي هو ده. كلفتني. تاني بلاش بقى. ما اقدرش ادفع تاني. يلا حبيبي، كلكم. خش يا نجم. الله يخليك. اتفرج يا سلام على صندوق الدنيا، صندوق الدنيا يا باشا. ايه اللي حصل بقى؟ طب تعالى يا استاذ سمير. اللي حصل. واضح الصوره كانت قويه شويه، شديده. والله شفت حاجه جميله. ايه بقى؟ لقيت ايه؟ اتفضل يا استاذ سمير. انا لقيت ايه بقى؟ لقيت ايه في الموضوع؟ انا شفت التوك توك. وضعه ايه بقى معاك؟ والله هو التوك توك ده انا بعتبره موتوسيكل ملفوف. هو فعلا موتوسيكل ملفوف. والله. بعدين انا شفته في منطقه، بعتبر هذه المنطقه هي اللي بتصدر التوك توك، امبابه. انا والله دي البلد المصنع؟ لا، انا اكتر مكان شفت فيه التوك توك امبابه، ما اعرفش ليه. فطيطه بقى. عايز تقول له ايه؟ زيطه؟ انت عامل زيطه اصلا. عايز تقول له ايه؟ دخل. هو عايز يعمل زيطه. هو بيقول لك انا اسمي زيطه. هل في زيطه دلوقتي في السينما؟ طبعا السينما دي زيطه بقى جامده. الزيطه بتاع السينما دي زيطه شديده بقى. هي زيطه يعني بسلاحين يعني بلا شك السينما ارتفعت خالص، يعني السينما بقت فيها نهضه، يعني الشباب دول عملوا شويه نهضه سينمائيه رهيبه طبعا جميله، بدليل طبيعي. ده طبيعه الحياه. بدليل الايرادات دي.